السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة بلبل فود، إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على سبعة ملاعبية باش يختبرهم صبر اللموشي في المعسكر الجاي في المباريات اللي باش تكون ضد منتخب هايتي وضد منتخب كندا. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى الناس الكل تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وعملوا لنا لايك للفيديو وكتبوا لنا تعليق، حطوا لنا أي تعليق باش التفاعل يزيد في الفيديو هذا. وخلينا نبداو في الفيديو. باهي خلينا نشوف مع بعضنا. حسب موقع وين بالطبيعة أعلن المدرب صبري اللموش عن قائمة موسعة تضم 30 لاعبا للمشاركة في معسكر شهر مارس ضمن استعدادات منتخب تونس لنهائيات كأس العالم 2026. قائمة حملت مزيجا من الأسماء المعروفة والعناصر الشابة، لكنها في العمق تعكس مرحلة تقييم دقيقة لمجموعة من اللاعبين الذين لم تحسم بعد مكانتهم في المشروع الفني لنسور قرطاج. إي هذا حكينا فيه الحقيقة. القايمة اللي كانت موجودة، يعني القايمة اللي عملها صبري اللموشي تضم برشا ملاعبية جدد، يعني فما تقريبا سبعة ملاعبية خلينا نقولوا جدد، ما بين انهم اول مرة باش يكونوا موجودين مع منتخب التونسي وما بين ملاعبية باش يرجعوا للمنتخب التونسي بعد فترة ما كانوش موجودين. والحقيقة شفنا يعني صبري اللموشي تخلى على بعض الأسماء كيما محمد علي بن رمضان كيما الفرجاني الساسي، لأسماء اللي أصلا احنا حكينا كونه ما يلزمش يكون موجودة في المنتخب. ويبرز في هذا المعسكر حضور سبعة لاعبين يدخلون تحت عنوان الاختبار. أيوة، حيث ستكون الفرصة متاحة أمامهم لإثبات قدراتهم خلال الحصص التدريبية والمباريات الودية على أمل ضمان مكان في القائمة النهائية للمونديال. خلينا نشوفوا مع بعضنا أنهم اللاعبية اللي باش يختبرهم صبري لموشي في المعسكر هذا. في حراسة المرمى يظهر اسم وهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي كأحد العناصر التي تسعى لفرض نفسها رغم شدة المنافسة في هذا المركز، في ظل وجود حراس يمتلكون خبرة دولية مثل أيمن دحمان وصبري بن حسين. الحقيقة لا أيمن دحمان ولا صبري بن حسين باش يكونوا موجودين في حراسة المرمى في كأس العالم. نتصور خاصة من بعد الأداء اللي قدم فيه أيمن دحمان، خاصة لو كان الترجي يعني تتفوق على سان داونز وترشح الفينال وتهز لقب، يعني نتصور ما فيهاش كلام. أي هو سامحوني نحكي على البشير بن سعيد، يعني البشير بن سعيد نتصور ما فيهاش كلام. إذا الترجي باش تواصل هكا وأداء بشير بن سعيد الحقيقة أحسن أداء من بين الحراس الموجودين. بالنسبة لمهيب الشامخ حارس النادي الأفريقي، الحقيقة الحارس هذا ما يطمنش على الآخر. شفناه يعني في ماتش النادي الأفريقي ضد الاتحاد المنستيري في الكاس، يعني البونت واللي تمركالو، يعني بونتو الحقيقة ما يتمركاش الحارس هاوي، يعني الحقيقة ما يعني حارس كيما هاك يتمرك عليه بونتو كيف هكاك الحقيقة ما يطمنش بالكل، باش تتراجع آماله الحقيقة مع صبري اللموشتي خاصة بالأداء اللي قدمه. يعني بونتو كيما هكاك ضد منتخبات كبيرة، ضد منتخب هولندي في كأس عالم ولا ضد منتخب ياباني، تنجم تكلفك ماتش كامل بلقطة كيما هكاك. المهم على مستوى الدفاع نجد رائد الشيخاوي مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري الذي يحاول استغلال هذه الفرصة للتأكيد جاهزيته الدولية، خاصة مع سعي الإطار الفني لتوسيع قاعدة الخيارات الدفاعية. الحقيقة رائد الشيخاوي ما عنديش عليه فكرة كبيرة، ولكن إن شاء الله يعني إذا كان عنده الإمكانيات باش يقدم الإضافة في المركز هذا، علاش لا يكون تدعيم باهي خاصة في الخط الخلفي نستحقوا برشا تنوعية. بحكم يعني منتخبات توا ما عادش توا معناها الملاعبية في الخط الخلفي تجيه كرة ديريكت يطيشها توا ولا بناء لعب. حتى منتخبات يعني منتخبات قبل ما كانتش بالأخص المنتخبات، يعني الفرق يمكن كانت تعتمد على التكتيكات هذه، أما توا المنتخبات زادة ولت هكا. وفي مراكز الأظهرة يبرز كل من غيث الزعلوني ومعتز النفاتي، حيث يدخلان بدورهما في سباق مع الزمن لإقناع الجهاز الفني بقدرتهما على تقديم الإضافة سواء من الناحية الدفاعية أو في المساهمة الهجومية. خلينا نحكيو على غيث الزعلوني. والله تفرجت فيه شوية، مستواه يعني باهي يعني بالمقارنة مع الأظهر الموجودة في البطولة التونسية، يعني مستواه نجم نقولوا باهي، يعني عنده بلاصة في المنتخب خلينا نقولوا. إن شاء الله يعني يثبت هذا في المعسكر اللي جاي. وبالنسبة لمعتز النفاتي اللاعب هذا الحقيقة يعني زعما لحرقه سامي طرابلسي في كأس العرب، يعني دخلوا في ماتش ماهوش حاضر كان لاعب مصاب. الله غالب حطوا يعني زعما لحرقه من الآخر.
شاء الله يعني ياخذ وقت حتى ولو شوية. باهي خلّينا نشوفوا في الخط الأمامي. في الخط الأمامي تتجه الأنظار إلى مجموعة من اللاعبين الشُبان على غرار ريان اللومي المحترف في فانكوفر الكندي، وخليل العياري لاعب باريس سان جيرمان، إضافة إلى عمر بن علي مهاجم نادي الرياض الصفاقسي. بالنسبة لريان اللومي خاصةً اللاعب هذا لازم يحط يعني ساقيه واحدة واحدة في المنتخب التونسي. اللاعب هذا صار له دروب كبير الحقيقة في مستواه. في بداية الموسم يعني كان أساسي وكان ياخذ يعني في وقت باهي، والحقيقة مستواه باهي ما نعرفوش علاش يعني من بعد ولا على دكة الاحتياط يلعب. ما نعرفش هذا نوع من الضغط اللي يمارسوا فيه الكنديين على اللاعب هذا بعد ما اختار تونس. المهم إن شاء الله يعني كل الدعم للاعب هذا، إن شاء الله يثبت روحه باش يعني المرة الجاية يكون موجود في القائمة. بالنسبة لخليل العياري، خليل هذه فرصته يعني يلزم يستغلها ولا ما يستغلهاش يعني. الحقيقة وكان يستغل الفرصة هذه أكيد باش ياخد فرصة حتى مع باريس سان جيرمان. علاش لا؟ باريس سان جيرمان ما تجيكش غريبة يعني ديما يطلعوا في ملاعبية من الفريق الرديف عادي ياخدوا دقايق. يا عندك يا ما عندكش يعني. بالنسبة لخليل الفرصة باش تجيه سواء مع المنتخب التونسي ولا مع باريس سان جيرمان، توا هو وكيفاش باش يستغل الفرصة هذه. بالنسبة لعمر بن علي الحقيقة المهاجم هذا عجبني برشا. إحصائياته في البطولة ماهيش خايبة، عنده 8 أهداف وتمريرة حاسمة. ملاعبي طويل، قوي بدنيا، ينجم يعاون. إن شاء الله يكبش في الفرصة هذه وياخذ بلاصتو مع المنتخب. ويدرك هؤلاء اللاعبين أن هذا المعسكر قد يكون حاسما في مسيرتهم الدولية، إذ ستحدد مردودهم خلال هذه الفترة مصيرهم بين الاستمرار ضمن حسابات المنتخب والاقتراب من حلم المونديال أو مغادرة القائمة قبل المرحلة النهائية من التحضيرات. الحقيقة بالرسمي يعني هذه فرصتهم بالنسبة للملاعبية هذوما. نحكيو على سبعة ملاعبية أول مرة باش يكونوا موجودين مع المنتخب التونسي. يعني توا كما قلنا يا عندك يا ما عندكش، يا اما تقدم الإضافة وتتيح لروحك الفرصة باش تكون موجود في القائمة الجاية، وعلاش ليها في المونديال إذا كان باش تكمل باش يعني واللاعب منهم ولا ملاعبين منهم باش يكملوا في مستوى باهي. إذا كان يعني ماهوش باش يستغلوا الفرصة أكيد باش ينتقلوا لملاعبية آخرين. إن شاء الله نتمنوا يعني ملاعبية نوارات كيما ريان اللومي وخليل العياري ومحمد بن علي، نتمنوا إن شاء الله يعني عمر بن علي إن شاء الله يعني يستغلوا الفرصة هذه. علاش ليه ملاعبية شباب ما يلزموش يتحركوا هما مازالوا في أول كارير باهي. مازلنا نحكيو على المعسكر هذا بصفة عامة. حكينا على السبعة ملاعبية اللي باش يكونوا موجودين لأول مرة باش يختبرهم صبري اللموشي. توا باش نحكيو على إصابة حنبال المجبري اللي للأسف الشديد يعني جات في وقت خايب برشا بالنسبة للمنتخب التونسي. خلينا نشوفوا شنو هو قال المدرب حنبال المجبري. سكوت باركر يكشف تطورات إصابة حنبال المجبري وموقفه من الالتحاق بالمنتخب التونسي. أيوة، أدلى سكوت باركر مدرب نادي بيرلي الإنجليزي بتصريحات كشف خلالها عن آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية للدولي التونسي حنبال المجبري عقب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه ضد فولهام. أوضح باركر أن المجبري اضطر لمغادرة الملعب مبكرا بسبب إصابة يشتبه أنها في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي في انتظار نتائج الفحوصات الدقيقة لتحديد حجم الإصابة وفترة الغياب بدقة. وفيما يخص انضمام اللاعب لصفوف نسور قرطاج في التوقف الدولي الحالي، أكد باركر أن قرار النهائي لم يتخذ بعد، وأشار إلى أن مشاركة حنبال في وديتي تونس أمام هايتي وكندا واللتان تأتيان في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم تعتمد كليا على التقرير الطبي ومدى سرعة تعافيه. واختتم مدرب بيرلي حديثه بالتشديد على أن سلامة اللاعب هي الأولوية القصوى للنادي، مؤكدا أنه لن يتم المجازفة باشتراك المجبري أو السماح بسفره بالالتحاق بالمنتخب التونسي إلا في حال تأكد الجاهزية البدنية الكاملة للاعب. بالطبيعة يعني هذا حقهم كنادي، يعني النادي هو اللي يشري ملاعبي، النادي هو اللي يخلص ملاعبي، والنادي بالطبيعة عنده الحق انه يخاف عن الملاعبي متاعه من انه يعني يكون مازال في اصابة ويتم اشراكه. بالنسبة لحنا باع المجبري الحقيقة الاصابة هذه اللي في العضلة الخلفية صارت برشا ملاعبية مدة غيابها ماهيش كبيرة برشا، نحكيو على جمعتين في الأقصى ممكن 3 جمعات. الحقيقة توا البريمير ليج مازالوا فيه 7 جمعات مع التوقف الدولي اللي باش يكون يعني نقولوا احنا 10 أيام 15 يوم توقف دولي. يعني إن شاء الله حنبال يخلط على آخر 7 جولات
في البريمير ليج. بالنسبة للمنتخب التونسي توا الله غالب يعني حنبعل ماهوش باش يكون موجود. إن شاء الله حنبعل يعني يخلط على ال7 ماتشات اللي مازالوا في البريمير ليج، بحكم يعني هو توا شاد فورمة باهية، عنده 7 ماتشات يعني موجود في التشكيلة الأساسية. علاش لا يكمل على المنوال هذا حتى يعني بعد بالنسبة لفريق بيرلي تقريبا صايي 1000% باش يكون في الشامبيونشيب. تبقت بالنسبة لحنباع الفرصة واحدة، وهو انه يحاول يعني يلقى فريق في البريمير ليج في يعني للموسم الجاي. علاش لا؟ فما برشا أندية إنجليزية الحقيقة بروفيلها يتماشى مع بروفيل حنبعل، وإن شاء الله يعني يكون موجود. المهم تو هذا كل متعلق كان بكيفاش حنبعل باش يكمل الموسم نتاعو. تو ال7 جولات الأخرانيين هو باش يحدوا موقفه من انتقاله ولا بقائه في بيرلي ولا مردوده اللي باش يكون في كأس العالم مع المنتخب التونسي. المهم حكينا تو على كل شيء، نتصور حنبعل كما قلت لك ماهوش باش يكون موجود في التربص هذا للأسف. الغالب بالنسبة للمعوّض حنبعل ما فماش معوّض كما حكينا. الحركية والنشاط والجرينتا اللي يعطيها حنبعل في وسط الميدان الحقيقة ما فماش حتى بروفيل في المنتخب ينجم يقدم لك يعني المستوى هذاك. المهم توا الله غالب إن شاء الله يعني ما هنا كأس العالم حنبعل يشد ريتم باهي وتبعد عليه الإصابات وعلى تبعد الإصابات على ملاعبيتنا الدوليين الكل. لهنا متبقى لي كان باش نقول لكم. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو قادم إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايك واكتبوا لنا تعليق يعني نتناقشوا في المواضيع اللي حكيناها في الفيديو هذا. وما تبقى لي كان باش نقول لكم السلام.